في بودكاست المغرب. النهاردة بنتكلم عن خطوة جديدة ومهمة في تطوير قطاع النقل في المغرب. خطوة ممكن تبان بسيطة في الأول، لكنها في الحقيقة بداية تغيير كبير في شبكة القطارات. في الفيديو ده من كام يوم حصل تطور مهم في قطاع النقل في المغرب. يمكن ما يبانش ضخم من أول نظرة، لكنه في الحقيقة بيمثل بداية مرحلة جديدة في تحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية. شركة بناء السكة الحديدية الصينية المعروفة باسم China Railway Construction Corporation أعلنت إنها جهزت قطارات حديثة مخصصة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب، في خطوة هدفها إنهاء الاعتماد تدريجياً على القطارات القديمة واستبدالها بقطارات أحدث وأكثر كفاءة. الخطوة دي جاية ضمن استراتيجية كبيرة بيقودها المكتب الوطني للسكة الحديدية علشان يطور البنية التحتية للنقل بالقطارات ويحسن جودة خدمات اللي بتتقدم للمسافرين بين المدن المغربية. القطرتين الجداد اللي تم الإعلان عنهم شايلين الرمزين دي أو 701 ودي أو 702، وتصنعوا في مصانع الشركة في مدينة زيانج في الصين قبل ما يخرجوا من المصنع في رحلة طويلة لحد المغرب عن طريق البحر. القطارات دي هتدخل الخدمة على خط السكة الحديد اللي بيربط بين مدينتي فاس ووجدة، وده واحد من أهم الخطوط في شرق المملكة المغربية. والخط ده بيعتبر شريان حيوي لحركة المسافرين والبضائع، لأنه بيربط المنطقة الشرقية بباقي شبكة السكك الحديدية الوطنية. القطارات الجديدة شغالة بمحركات ديزل حديثة بتعتمد على الوقود السائل، وهي أكتر كفاءة بكتير مقارنة بالقطارات القديمة اللي كانت شغالة بتقنيات تقليدية. التطور ده مش معناه بس أداء أقوى، لكن كمان معناه تقليل استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات اللي بتلوث البيئة، وده ماشي مع الاتجاه العالمي لوسائل نقل أكتر استدامة. كمان القطارات دي بتوفر مستوى أعلى من الاعتمادية في التشغيل، وده عامل مهم جدا في تحسين انتظام الرحلات وتقليل التأخيرات اللي ممكن تأثر على تجربة المسافرين. لكن وصول القطارات دي مش غير جزء صغير من مشروع أكبر بكتير شغالين عليه حالياً. الحكومة المغربية كانت أعلنت قبل كده عن إطلاق مشروع ضخم هدفه كهرباء خط فاس ووجدة بالكامل، وهو مشروع استراتيجي قيمته حوالي 1.5 مليار درهم. الهدف من المشروع ده هو توفير البنية التحتية الكهربائية اللازمة لتشغيل قطارات كهربائية حديثة في المستقبل، وده هيخلي الخط ده أكتر تطور وكفاءة. كهرباء الخط معناها تركيب أنظمة كهربائية متطورة على طول المسار، بما فيها الأسلاك العلوية ومحطات التغذية الكهربائية، وده بيسمح للقطارات الكهربائية تمشي بسرعات أعلى وكفاءة أكبر مقارنة بقطارات الديزل. القطارات الكهربائية كمان بتتميز إن تكاليف تشغيلها أقل على المدى الطويل، غير إنها أهدى وأقل تأثير على البيئة. المسؤولين في قطاع النقل أكدوا إن الأشغال الخاصة بالمشروع ده بدأت فعلاً، ومن المتوقع إنها تخلص في نص سنة 2026. ولما المشروع يكتمل الرحلات بين المدينتين هتبقى أسرع وأكتر استقرار، وكمان جودة الخدمات اللي بتتقدم للمسافرين هتتحسن بشكل واضح. أهمية المشروع ده مش بتقف بس عند تحسين تجربة السفر، لكن كمان بتمتد لدعم الاقتصاد الوطني. شبكات السكك الحديدية الحديثة بتعتبر من أهم عناصر البنية التحتية اللي الدول المتقدمة بتعتمد عليها علشان تسهل حركة الناس والبضائع. لما وسائل النقل تكون سريعة وفعالة، ده بيساعد في تقليل تكاليف النقل وبيزود النشاط الاقتصادي بين المدن والمناطق المختلفة. خط فاس ووجدة بيلعب دور مهم في الموضوع ده، لأنه بيربط المنطقة الشرقية بباقي المراكز الاقتصادية في المغرب. تطوير الخط ده ممكن يساعد في جذب الاستثمارات للمنطقة الشرقية، وكمان يعزز حركة التجارة والسياحة الداخلية. المشروع ده كمان جاي ضمن رؤية أوسع لتطوير شبكة السكك الحديدية في المغرب،
اللي شهدت في السنين الأخيرة تغييرات كبيرة. من أهم التغييرات دي كان إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، المعروف باسم قطار البراق، اللي بيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء. المشروع ده كان نقطة تحول مهمة في تاريخ النقل بالقطارات في المغرب، لأنه دخل البلد عصر القطارات السريعة جدا وخلاها من الدول الرائدة في المجال ده داخل القارة الأفريقية. بعد نجاح تجربة القطار السريع، بدأت السلطات المغربية تركز على تحديث باقي شبكة السكك الحديدية، بما فيها الخطوط التقليدية اللي بتربط بين المدن المختلفة. الهدف من الاستراتيجية دي هو بناء شبكة نقل متكاملة تجمع بين القطارات فائق السرعة والقطارات الحديثة اللي بتخدم باقي الخطوط الوطنية. تطوير خطوط السكك الحديدية مش بس موضوع تغيير القطارات، لكن كان كمان بيشمل تحديث المحطات وتطوير أنظمة الإشارات وتحسين البنية التحتية للسكك نفسها. كل العناصر دي ليها دور أساسي في رفع مستوى الأمان والكفاءة داخل شبكة النقل. المغرب معتمد بشكل كبير على القطاع ده لأنه عارف إن النقل بالقطارات واحد من أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية. الدول اللي عندها شبكات سكك حديدية قوية بتكون قادرة تربط بين مناطقها بشكل أحسن، وده بيساعد في تقليل الفوارق الاقتصادية بين المناطق وبيعزز التنمية المتوازنة. في السنين الجاية من المتوقع إن الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية في المغرب تفضل مستمرة، سواء عن طريق تحديث الخطوط الحالية أو من خلال إطلاق مشاريع جديدة تربط مدن أكتر بالشبكة الوطنية. التوجه ده بيعكس رغبة واضحة في بناء منظومة نقل حديثة قادرة تواكب النمو الاقتصادي اللي البلد بتشهده. وصول القطارات الجديدة للمغرب ممكن يبان خطوة صغيرة ضمن المشوار الطويل ده، لكنه في الحقيقة بيمثل إشارة واضحة إن عملية تطوير السكك الحديدية مستمرة، وإن البلد بتتحرك تدريجياً ناحية شبكة نقل أكثر تطور وكفاءة. باختصار، اللي بيحصل دلوقتي في قطاع السكة الحديدية في المغرب هو جزء من خطة كبيرة لتحديث شامل، مش بس في القطارات لكن كمان في البنية التحتية والتكنولوجيا، من إدخال قطارات حديثة لمشاريع كهرباء الخطوط لتوسيع الشبكة وربط مدن أكتر. كل ده هدفه تحسين جودة النقل ودعم الاقتصاد وتقريب المسافات بين مناطق المملكة. وده كان موضوعنا النهاردة في بودكاست المغرب. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا متابعة وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم. نشوفكم قريب في حلقة جديدة.